السلام عليكم. سميتي يوسف. اليوم قررت نخرج على صمتي ونعاود لكم قصتي، ماشي باش تشفقوا عليا، لا لا لا، ولكن باش تعرفوا باللي ملي كيتسدوا بيبان الارض راه بيبان السما ديما كيبقاو محلولين. انا كبرت في بيت، المهم الا سميناه بيت راه غير 4 ديال الحيوط مشقين وسقف ديال القصدير. هذا مكان فاش كطيح الشتا كنوليو نعومو وسط داك البيت، كيولي بحال بيسين. عشت انا وميمتي بوحدنا من بعد ما مات الوالد اللي خلى لينا من الورث غير الفقر، الله يرحمه. في هذا النهار كنت كنشوف الوالده كتفيق مع 4 ديال الصباح، يديها كاع تشقو بالصابون والخدمه في الديور عند الناس. واحد النهار الوالده رجعت كتبكي، واحد البكا اللي صراحه قطع لي قلبي، عمري شفتها في ديك الحاله. سولتها: الوالده مالك؟ قالت لي: يا ولدي ما عندي ما نخبي عليك، مول الدار قال لي غدا تخرجوا للزنقه الا ما خلصتوش الكرا. الارض دارت بيا. ديك الليله ما لقينا ما ناكلو. خرجت عند السي المعطي مول الحانوت اللي حدانا، قلت لي: عافاك السي المعطي شي نص سيطرو ديال الحليب. هو يخرج عندي ودفعني وقال لي: يا ليتيم تاع بوك خلصتي حتى الكريدي اللي كنت سالك، بقى غير نزيدك نص سيطرو ديال الحليب اخر. حضرت راسي ورجعت للدار، لقيت الوالده مع امرأتي مسوس، حيت حتى بصراحه حتى السكر هو الاخر ما لقينا باش نشريوه. هنا قررت، قلت للوالده: انا غنمشي لكازا، غنمشي نضرب تماره ونجيب لك باش تعيشي. بكات وقالت لي: صافي سخيتي بيا، ومع من انا نبقى؟ شكون يكون بيا وشكون يكون معايا؟ حاولت نقنعها وقلت لها: الوالده ماشي لخاطري، انتي كتشوفي ما لقينا ما ناكلو، وانتي نهار كامل وانتي كتضربي في تماره عند الناس. تعانقنا وبكينا بجوج وقنعتها. في الصباح فيقاتني، جبدات 500 درهم عطاتها ليا، كانت مخبيها لدوير الزمان، وعطاتني واحد الميكا فيها شويه ديال الخبز وواحد شويه ديال الزيتون، وقالت لي: يا ولدي انا راضيه عليك. وعنقاتني ودموعها ما حبسوش، قالت لي: انا معاك، وسير ولدي الله يفرجك برضا ويغطيك به، والله يسهل عليك. وخرجت، وقفت في راس الدرب، شفت في دارنا القديمه، وبقيت كنشوف في دربنا القديم، وكنشوف الوالده وهي واقفه في فم الباب، وانا نقول مع راسي: يا غنرجع راجل وعندي الشان، يا غنموت في كازا. تحركت وشديت الطريق، ودموعي وتفكيري كله مع الوالده اللي خليتها في ديك الحاله. غادي وانا مرفوع. من بعد ساعه ونص ديال الطريق شديت الكار، طلعت وانا نتكا حتى كنسمع صوت الكريسون كيغوت: كازا كازا كازا. هبطت وانا دايخ، عمري خرجت من الدوار. وصلت تقريبا مع 11 ديال الليل، البرد اللي كلا ليا لحمي، والمدينه اللي كبيره بزاف. صراحه ما عرفتش فين غنمشي، وفيا المود ديال النعاس والعيا والبرد. خرجت من المحطه ومشيت حدا واحد الباب ديال واحد ديبو، حطيت الميكا تحت راسي وقلت نرتاح غير واحد شويه. يلا غفيت، يلا غديني عيني، حتى كنحس بواحد الركله لصدري اللي خلات نفسي تقطع. حليت عيني، لقيت 3 ديال الشماكريه كاع وجههم مخطط وريحه السيليسيون كتضرب. واحد فيهم جبد واحد الموس وحطو على حنكي حتى سال الدم. قال لي: ارى ديك الميكا،
ديك الميكا ولد الكلبة. صراحة انا زيرت عليها بيدي وكنجر، انا كنجر وهو كيجر. قلت ليه والله لا خديتوها، هادي فيها ريحة امي. بداو كيضربوا فيا بالصبابط لراسي لصدري لكرشي. كنت كنحس بعظامي كيطرطقوا. واحد فيهم شد يدي وعضني، عرفتي واحد العضة عضني في يدي بالجهد حتى طلق ديك الميكا. شفروا ليا كلشي، حتى ديك 20 درهم اللي شاطت ليا ما بين المركوب حتى هي الدواء هي اللي كانت باقا ليا خداوها ليا. بقيت مرمي في الارض، الدم كيسيل والظلام داير بيا. بقيت كنبكي وكنغوت، يا ربي يا ربي يا ربي، انا جيت نخدم على مهمتي. علاش هادشي؟ علاش انا بالضبط اللي كيوقع ليا هكا؟ ديك الليله تمنيت الموت ولا ديك الحقره صراحه، لانني حسيت براسي تحقرت. حسيت بالحقره، حسيت كنشوف دراري اللي في السن ديالي كيقراو ومع والديهم، فلوس عندهم، كل شيء عندهم، ما محرومين من حتى شي حاجه. وانا تحرمت من الام ديالي بسبب بسبب الفقر. المهم داز تقريبا يومين وانا كنشرب غير من السقايه اللي حدا الجامع، حتى لواحد النهار وقفت قدام واحد المارشي ديال الخشب. شفت واحد الراجل سميتو الحاج بوعزة كيعيط على اللي هز لي السلعه. جيت عنده وجهي مازال منفوخ بالضرب ويدي مربوطه، كندير لها غير واحد الكتانه وحازمها، كتانه ديال الثوب كامله موسخه. قلت ليه عمي نخدم معاك فابور، غير عطيني فين نعس، خليني غير فين نبات، بغيت غير شي بلاصه نبات فيها ما تخلصنيش. شاف فيا بواحد الشوفه قاصحه وقال لي هز هذوك الخشبات وصلهم داك الحانوت، وفي الليل راه كتبات تما. ما سولنيش على دوك الدرابي حيت حاولت نخبيهم. خدمت عند الحاج بوعزة في داك الديبو ديال الخشب. الحاج كان راجل طيب، ولكن اليد اليمنى ديالو واحد سميتو المعلم قدور كان صراحة كرهني. من النهار اللي شافني كرهني. علاش؟ الله اعلم. كان كيشوف فيا البراني اللي غياخد ليه بلاصتو، داك الدري الصغير اللي ممكن انه يدي ليه بلاصتو في الخدمه. قدور كان كيعمر عليا الحاج، كيخبي لي السوارت. واحد المره باقي كنعقل خسر الماكينه ديال الخشب وحلف للحاج باللي راه يوسف هو اللي خسرها، يعني انا اللي خسرتها. الحاج غوت عليا قدام الخدامه، بدا كيقول لي يوسف واش جيت نخدمك ولا تخرج لي على رزقي وتخرج لي على الماكن؟ قدور كان كيتفرج معاه من بعيد وكيضحك وعاتبو الحال. ديك الليله ما نعستش، بقيت حتى مشاو الناس وحليت الماكينه وبقيت كنصوب فيها ومضوي غير بالفلاش ديال التليفون. بقيت تقريبا حتى الفجر يدي جرحات بالحديد، ولكن الماكينه رجعت احسن من الاول. ملي دخل الحاج وشاف الخدمه عرف باللي قدور كيكذب وعطاني انا السوار ديال الديبو. تما بدات الرحله في كاع هاد العذاب، في كاع هاد الظروف اللي دوزت. كانت خديجه بنت الجيران هي الضوء اللي كينور ليا طريقي. خديجه كان باها باغي يزوجها لشي واحد لاباس عليه، وهي كانت كتقول لا. كانت كتصيفط ليا ميساجات مع واحد الدري، صراحه دري بحال خويا ولد الحلال. كتقول لي فيها يوسف انا كنتسناك، واخا تلبسني غير خنشه وناكل معاك غير الخبز واتاي، انا ديالك. صراحه هاد الكلمات وهاد الكلمات كانت هي المازوط اللي كيحركني باش نخدم تقريبا 18 ساعه في النهار بلا ما نعيا بلا ما نحس بالتعب. دازت سنين وانا كنتقاتل على قبل الحلم ديالي، وجمعت الفلوس وبديت كندير صفقات بوحدي. واحد الليله
مهم واحد الليله كنعقل طاح ليا الكاميو ديالي اللي كان هاز السلعه كامله في واحد القنطره. خسرت كل شي في دقيقه، لقيت راسي على الدص، الحلم ضاع. سديت على راسي في واحد البيت تقريبا 3 ايام وانا ساد على راسي في داك البيت. فكرت ننتحر، ولكن تفكرت وجه الوالده، تفكرت دموعها، تفكرت خديجه اللي كتسناني، ونضت وبديت من الزيرو. تسلفت من عند الحاج اللي كان الله يعمرها دار، وبديت كنبيع ونشري وكنتقاتل وكنخدم ليل ونهار بصدق. ربي جاب التيسير الحمد لله. وضربت واحد الهمزه في واحد المشروع ديال البني، الحمد لله فلوس دخلات. ومن هنا بديت في العقار، وليت معروف ومشهور في مدينة كازا، مشهور بالسخاء ديالي وبالقلب الطيب. هنا من بعد ما جمعت شوية ديال الفلوس حاولت انني نرجع للدوار. تقديت داكشي اللي خاصني، وخديت واحد الطوموبيل كريتها ورجعت للدوار بالطوموبيل بي ام دبليو. مشيت نيشان عند مول الحانوت، عقلتو عليه المعطي اللي حقرني. دخلت عنده، شاف فيا وتصدم. حطيت ليه رزمه ديال الفلوس وقلت ليه هاد الفلوس خلص بهم كاع الكريديات ديال العيالات الارامل اللي عندك في داك الكناش، والمره الجايه احترم اليتيم والرجال والله ما كتحقر. مشيت وخليته هكاك. مشيت للدار، دقيت، خرجت الوالده. كانت كبرات في السن وما بقاتش كتشوف مزيان. اذا انا كندق وهي تجاوب شكون، واش مول الكرا؟ راه ما عندي والو ولدي. جاوبتها بالدموع وانا شاداني التبوريشه مخلطه بالفرحه. انا يوسفه مهمتي، جيت ندي لالة العيالات للقصر ديالها. طحت على رجليها وبقيت كنبكي بحال الدري الصغير. امي حطات يدها على راسي وقالت لي يا ولدي يوسف، ريحتك هي ريحه الجنه اللي كنت كنشم في احلامي. دازت الوقت ومشيت خطبت خديجه ودرت اكبر عرس شافوا الدوار. واليوم كل ما كنشوف في يدي كنشوف الندبه ديال الشمكاره، دوك الشمكاره اللي حيدوا لي ديك الخنشه. وكنحمد الله حيت ديك الندبه هي اللي خلاتني نوصل لهذا الشيء اللي انا فيه. وكنشكركم على حسن الاستماع. كان معكم يوسف الغاوي.